مساء الخير. في الفترة الأخيرة حصل هجوم رهيب على محمد صلاح بخصوص إن هو كان منزل صورته هو وعيلته وبيحتفل بالكريسماس. عايز أقول لكم بالمناسبة إن أنا مسيحي، ومن وأنا صغير كنت بجيب زينة رمضان وفانوس رمضان مع أصحاب المسلمين. هل ده معناه إن أنا مش مسيحي؟ إطلاقا. ده اللي أنا عايز أوصله لكم. فصلاح هنا مش هيتخلى عن ديانته كمسلم، ولا الشجرة هتضيف له ولا هو هيضيف للشجرة. هو مجرد مناسبة أو احتفال لا أكتر ولا أقل، وذكرى وصورة حلوة نزلت على موقع التواصل الاجتماعي فقط لا غير. الهند فيها أكتر من 100 ديانة وعايشة بسلام. احنا هنا في مصر في ديانتين وبنقطع في بعض، وده للأسف ثقافة وفكر غريب عنا كمصريين في الفترة الأخيرة. لعمر ده كان تعاملنا مع بعض، ولا عمر دي كانت عيشتنا مع بعض. لازم يا جماعة نفكر كويس جدا ان احنا شئنا ام ابينا عايشين مع بعض، اخوات مع بعض، بنشتغل وبنشرب وبناكل مع بعض. ومحمد صلاح لاعب مصري دولي رفع راسك في العالم كله، واحنا كمصريين ملناش غير بعض سواء مسلم او مسيحي. الدين لله والوطن للجميع، لكم دينكم ولي دين. مش عيب علينا؟ وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة واحنا مع بعض قاعدين على قلوب بعض. يلا سلام.